السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. عواشركم مبروكه. اليوم وصفتي اليوم بسيطه وكنتمنى انكم تتبعوها للاخير ان شاء الله كيف ما كيبان لكم في الصور. اذا بسم الله على بركه الله غنبداو مقادير الوصفه. عندي 240 غرام ديال كاوكاو اللي محمر بطبيعه الحال، حمرته في الفرن من بعد ما دهنته بشويه الزيت. كنطحنو بالشكل اللي شفتوا معايا. عندي 200 غرام ديال البسكوي اللي طحنته بالشكل اللي كتشوفوا معايا حتى هو. عندي الزبدة مذابة تقريبا 2 حتى 3 المعالق. عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو. نوتيلا باش غادي نجمع، او الشكلاط ممكن تذوبوا الشكلاط وتجمعوا به. عندي معلقه كبيره ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا. اذا هادو هما المكونات باش غادي نشتغلوا. في اناء كنوضع فيه كاوكاو كيف ما قلت لكم، اللي حمرته وطحنته بالشكل اللي كتشوفوا معايا دابا. كنضيف ليه البسكوي، كنخلط المكونات مزيان، كنضيف الكاكاو وغادي نجمع المكونات الجافه مزيان نخلطها مع بعض. من بعد كنضيف الزبده، كنضيف النوتيلا، كنضيف معلقه بمعلقه حتى كتجمع ليا الخليط نتاعي وكيولي بالشكل اللي غادي نوريكم من بعد ان شاء الله. اذا كنضيف الكراميل المعلقه، كنضيف نوتيلا، وانا كنضيف وانا كنجمع الخليط نتاعي وإلا احتاج الشوكولات كنضيفو ليه. يعني يا اما كتخدموا نوتيلا يا اما ممكن تذوبوا فقط الشوكولات وتخلطوا به المكونات، كيعطيه واحد المذاق رائع جدا. اذا كيف ما شفتوا معايا كنضيف الزبده وكنجمع مزيان الخليط نتاعي حتى ينسجم مع بعض وكيولي لين ممكن تخدموه في او تصنعوا به اشكال مختلفه. كما كتشوفوا معايا كنبقى كنضيف الشوكولات حتى كنجمع الخليط نتاعي. صدقوني كيجي فيه واحد المذاق رائع جدا، كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه ان شاء الله. اذا كيف ما شفتوا معايا وانا كنضيف الشوكولات العجين نتاعي او الخليط نتاعي وكندلك مزيان. اذا كنخدم او كنستخدم بلاستيك باش كنطلق العجين تاعي او الخليط ديالي. كيف ما شفتوا معايا ممكن تكونوه او تشكلوه باشكال مختلفه، يعني هكا كيكون ناجح معكم 100%. اذا انا خدمت فقط او استخدمت فقط السكين باش كونت الشكل اللي بغيت على شكل مربع متساوي. كيف ما شفتوا معايا الاضلاع ديالو كلها متساويه. كيف ما شفتوا معايا وسبق وحطيت لكم الفيديو ديال البارح ديال الشوكولات بريستيج، يعني خاصي المربع نتاعي يكون في نفس الحجم نتاعو كما شفتوا معايا. اذا كنستمر وانا كنقطع المربعات بهذا الشكل، كنستفها في اناء اللي غادي ندخلو للثلاجه يبرد مزيان بعد ما وضعت فيه البلاستيك الغذائي. كتشوفوا معايا السمك نتاعو. اذا كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كاملها وكنوضع كيف ما سبق وقلت لكم الاطار او الاناء غنوضعه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان. اذا بعد ما كملت الكميه ديالي حطيت الصحن ديالي في الثلاجه باش يبرد مزيان ويتماسك ليا هاد القطع. كيف ما شفتوا معايا الطريقه باش كنقطع هي هذه باش يجيو كلهم متساويين وفي نفس الحجم. فقط استخدمت سكين، ممكن اللي متوفر عنده الاطار ممكن يستخدموا بهذه الطريقه، او لا ممكن يكونوا على شكل كويرات
يعني الشكل كيبقى اختياري. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الكميه ديالي كاملها كيكون الشكل ديالها هو هذا. من بعد ما بردات ليا الحلوه ديالي مزيان في الثلاجه كندوب الشوكولات، كنوضع المربعات نتاعي في الشوكولات اللي ذوبته مزيان كنحطو، ومن بعد كنوضع فيه الشكل اللي حضرت معكم بشوكولات بريستيج. اذا هذا هو الشكل ديالو. كنعاود مره اخرى كيف ما شفتوا معايا كنوضع المربع في الشوكولات دايب، ومن بعد كنوضع فيه مباشره الشكل ديال الشوكولات من الفوق. اذا كنستمر حتى كنكمل الكميه ديالي. دابا غادي نمروا باش نحضروا الشكل الثاني اللي حضرته بشكل بسيط جدا بنفس العجين اللي حضرت معكم. كنكون منه حريبلات طوال شويه كنوضعهم في بلاستيك الغذائي بالشكل اللي كتشوفوا معايا، وانا كنضغط عليهم حتى كيولي الشكل نتاعهم املس وكيتكونوا ليا عجينه بالشكل اللي بغيت. من بعد غادي نجمع الاطار في بلاستيك الغذائي بالشكل اللي كتشوفوا معايا دابا، وانا كنحكم الاغلاق نتاعو مزيان كنوضعو في الثلاجه حتى كيبرد مزيان وكيتماسك، ومن بعد كنخرجو غادي نقطعو بالشكل معكم كيف ما كتشوفوا معايا. كنحكم الاغلاق نتاع البلاستيك الغذائي مزيان، كنضغط الجوانب باش نكون على شكل فقاص بالشكل اللي كتشوفوا معايا. كنضغط عليه من الجوانب مزيان وكنجمعو من الجوانب. اذا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه الاخرى اللي عندي، وكنوضع كيف ما سبق وقلت لكم كنوضع في الثلاجه حتى كيجمد ليا مزيان او حتى كيجمد العجين الخليط ديالي مزيان. كنسدو من الجوانب وكنحطوه في الفريغو مده ساعتين حتى 3. من بعد ما جمد الخليط نتاعي كنخرجو بالشكل اللي شفتوا معايا دابا، وكنجيب سكين حاد وكنقطع بالشكل متساوي كما شفتوا معايا. كنقطع الحريبي نتاعي بشكل متساوي. من بعد غادي نزينو بطريقه بسيطه جدا، وهكذا كنكون كونت من خليط واحد زوج الاشكال راقيه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه ان شاء الله. اذا كنستمروا انا كنقطع بالشكل اللي كتشوفوا معايا حتى كنسالي الحريبلات نتاعي كلهم اللي خليتهم في الثلاجه. من بعد باستخدام الشوكولاط دايب مجددا غادي نغطس فقط الراس نتاع الحلوه ديالي بالشكل اللي شفتوا معايا، وكنزينها بحبيبات نتاع الحلوه. اذا ممكن تزيني يبقى اختياري، ممكن توضعوا شوكولاط ابيض حتى هو يجي المنظر نتاعو جميل. اذا كنوضع الحبيبات نتاع الحلوه من الفوق بهذا الشكل وكنستفو حتى كنخليه يبرد مزيان، ومن بعد غادي نقدموه بالطريقه اللي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. اذا كنستمر بنفس الطريقه فقط كنغطس الفوق نتاع الحلوه ديالي بالشكل اللي شفتوا معايا، وكنوضع فيها الحبيبات بطريقه عشوائيه. بالفعل جا المنظر نتاعهم بزوج رائع جدا. كنتمنى انكم تجربوا الوصفات ان شاء الله وتنجح معكم. اذا من بعد ما ساليت كيكون الشكل النهائي نتاع الحليوات نتاعي هما هذا الشكل الاول،
ودعسوه في الورق نتاع الحلوى بالشكل اللي كتشوفوه معايا. كيجي المنظر نتاعو رائع جدا. وممكن تغيروا حتى اللون، ممكن يكون العكس، الابيض ومزوق بالاسود، حتى هو كيجي منظر نتاعو جميل. الشكل الثاني اللي قديت معكم هو هذا. كنتمنى ان الوصفات ديال اليوم او وصفاتي للعيد تكون نالت الاعجاب ديالكم، وغتجربوهم ان شاء الله. بالفعل كيجيو رائعين جدا. اذا كنتمنى ان الوصفات يكونوا نالوا اعجابكم. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على تعليقاتكم، شكرا على الحب نتاعكم اللي كيوصلني عبر الرسائل نتاعكم. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونلقاكم في فيديو قادم. مع السلامه.